هيجي يوم وكل واحد فينا هيقول أنا لعبت في جيل محمود الخطيب. في يوم من الأيام، في شهر من الشهور، في سنة من السنين، كان في ولد اسمه عبد المنعم مصطفى، وهو صغير كان بيلعب جمباز وبيعزف هارمونيكا وبيروح يلعب مع أصحابه كورة من باب الفراغ يعني. يمكن كمان في أوقات هم اللي كانوا بيجبروه إن هو يلعب معاهم. فجأة الناس كلها ابتدت تاخد بالها إنه عنده قدرات كويسة جدا. لقبوا الجمهور دينامو خط الوسط، المكوك، المسمار، التعبان. يلا بينا نخش في التفاصيل. يلا بينا. في سنة 1952 يوم 7 يوليو اتولد عبد المنعم مصطفى في مدينة الخرطوم بحري. على مستوى الدراسة كان موجود شطة دايما في فريق المدرسة، وكان فريقهم بيحصل على البطولة كل سنة. وأكيد أنت بتتساءل لقب شطة ده جه منين؟ وهو صغير صحابه كانوا ملقبينه بقرن شط، بس احنا في مصر خليناها شطة بس. ولما دخل الجامعة كان بيلعب في منتخب جامعة الخرطوم برضه، لدرجة إن فريقهم سافر لتنزانيا عشان بطولة الجامعات وقدروا يفوزوا بالبطولة. والمفاجأة الأكبر إن شطة كان هداف البطولة. لا، ومش كده بس، ده كمان تم تكريمه كأحسن لاعب في البطولة. بدأ شطة مسيرته الكروية في نادي درجة رابعة في السودان، ولكن بعد البطولة دي وهو سنه 18 سنة اتنقل لنادي التحرير، وانفجرت موهبة شطة في نادي التحرير، وقدم ماتشات قوية جدا ضد المريخ والهلال، ولمع نجمه في الكورة السودانية. شطة مركزه الأساسي ديفندر مركز 6، ولكنه أوقات كان بيلعب وسط مهاجم وأوقات وينج، فقدر يسجل مع التحرير أهداف ميزته جدا. لما حصل تعثر لشطة في الجامعة جه من السودان لمصر عشان يكمل دراسته، فاتنقل من جامعة الخرطوم لجامعة القاهرة، وتحديدا كلية هندسة، واللي بالمناسبة إنه مكانش بيفوت محاضراته في الجامعة في عز ما كان بيلعب ونجم، وبالفعل اتخرج منها. اللي ساعد شطة انه ينتقل لمصر انه يكمل دراسته ناس معرفة في نادي الهلال السوداني. الناس دي كانت بتحب الاهلي جدا وبيشجعوه. كان منهم حد اسمه سوارين اسكندريان، كان له علاقة بكمال حافظ وعبده البقال. اتصل بيهم وقال لهم في لاعب اتنقل للقاهرة عشان يكمل دراسته، واللاعب ده كويس جدا وعلى ضمانتي، حابين يكون معاكم ولا رشحوا النادي الزمالك؟ لان معظم السودانيين اللي كانوا بيجوا في التوقيت ده مصر كانوا بيروحوا الزمالك. فجه شطة المطار وقابله عبده البقال واخدوا راح على النادي، وكان سن شطة في التوقيت ده حوالي 19 سنة، ونجح بالفعل انه يتجاوز اختبارات النادي الاهلي علشان سنة 1973 تشهد على انضمام شطة للنادي الاهلي. ولكن واجهته مشكلة كبيرة جدا، هيديكوتي المدير الفني للنادي الاهلي مش مقتنع بيه. طب تعالوا بينا نشوف مين في التوقيت ده كان بيلعب في خط نص النادي الاهلي علشان تفهم برضه ان شطة رايح وسط مين ورايح ينافس مين. محسن صالح، صفوت عبد الحليم، طاهر الشيخ، سمير حسن، مختار، مشير عثمان، وعبد العزيز حسن زيزو. الحقيقة ان مختار انضم بعد شطة، ولكن الاهلي كان جايبه وهو عارفه ومقتنع بيه. علشان بس تكون المعلومة واصله لك بدقة يا صاحبي، فانت متخيل يا صاحبي شطة رايح يلعب وسط مين، بينافس مين؟ فهيديكوتي بدأ يبص عليه في التمرين من باب ايه مختلف عندك عنهم، فيك ايه يخليني العبك على حساب نجم من النجوم دي؟ وواحدة واحدة بدأ يستبعده من الماتشات، وحتى تقسيمة التدريبات كان بيقعدوا فيها احتياطي، ف11 لاعب بيلاعب 11 لاعب في التمرين هو مش موجود فيهم. شطة هنا أصابه اليأس، فبدأ يتجه للجامعة وقال لك يا عم أنا ركز في دراستي أحسن لي. وبعد انقطاع أكتر من شهر عن التدريبات يقابله عدلي القيعي في شارع القصر العيني، واللي بالمناسبة إن الاتنين كانوا ساكنين في نفس الشارع. فقال له يا عم أنت فين؟ ده الناس بتدور عليه. وحتى كمان أمين زكي جه من السودان. بالمناسبة أمين زكي ده كان كابتن منتخب السودان، وقعد مع صالح سليم وقال له يا كابتن هو شطة ما بيلعبش ليه؟ شطة ده لعيب جامد قوي، وانا لعبت ضده وسجل في الهلال السوداني، لازم الولد ده تلعبوه وتشوفوه كويس. فلما عدلي القيعي قال له كده حس شطة هنا بالامل وقرر انه يعود للنادي تاني. فلما رجع قعد معاه الكابتن صالح سليم وقال له بص يا عبد المنعم، انا ما عنديش لاعب يلعب بواسطة، انزل الملعب واثبت نفسك للمدرب وللجمهور هتلعب. طول ما انت بتجتهد وبتدي النادي حقه وما بتأثرش هتلعب. طول ما انت بتتمرن كويس وواخد بالك من نفسك هتلعب.
وبعدها هيديكوتي يضمه للتدريبات وسط 40 لاعب علشان هيديكوتي يبتدي يختار منهم السكواد اللي هيلعب بيه بداية الموسم. وهنا بقى لازم نذكر دور الجوهري اللي كان مدرب عام للفريق في وقتها. الجوهري اكتر حد كان متمسك بيه وقعد يزن على ودانهم عشان ما يمشيش، وقد كان وبقى شطة ضمن كتيبة الأهلي للموسم الجديد، ولعب أول ماتشاته الودية مع الأهلي ضد نادي المحرق البحريني، وقدم ماتش ممتاز جدا وقدر يسجل هدف. وهي دي المباراة اللي خلت هيديكوتي يقتنع بيه وبدأ يوظفه في خطته اللي كانت جديدة على الفرق المصرية وقتها، ومركز لأول مرة يبقى موجود بالمهمات دي اللي هو ديفندر رقم 6 بمعنى دلوقتي. شطة بالمناسبة كان سريع جدا لدرجة انه كان بيجري 4 كيلو في 12 دقيقة، وده دليل على قوة لياقته البدنية. وكان اختبار ال 12 دقيقة ده جهاز هيديكوتي كان بيعمله مع كل اللعيبة، وكمان كان قوي جدا في الالتحامات واسترداد الكرات من الخصم. مصطفى عبده كان بيتكلم عن شطة مرة وقال لما كان هيديكوتي يخلي شطة يلعب مان تو مان على حد، شطة كان بيقضي عليه حرفيا، ما كانش بيخليه يلمس الكورة، واوقات كان بيلعبوا على 2 لعيبة ويسد معاهم. ومن المواقف اللي حصلت مع شطة، الامير عبد الله فيصل طلب من الفريق مرتجي موسم 79-80 انه ياخد شطة يحترف في السعودية. قال له خلاص انا هرجع لهيديكوتي ولو مش محتاجه مفيش اي مشكلة. جلسة جمعت هيديكوتي بشطة ابدى فيها شطة موافقته، يعني راجل كان على حافة الاعتزال وسنه كبر وعايز يأمن مستقبله، وسافر بالفعل وانضم الاهلي جدة السعودي لمدة 7 شهور ما بين مشاركة ضعيفة ودكة كتير وعدم انسجام. يلاقي نفسه جاي له مكالمة من حسن حمدي، قال له انا سمعت انك مش مبسوط يا شطة وعايز ترجع. قال له يا كابتن. قال له عم شطة هيديكوتي عايزك وفاضل 3 ماتشات ونحسم الدوري وفرق نقطة بس وفي اصابات في الفرقة كتير. وقد كان ورجع شطة للاهلي تاني. من مواقف شطة الانسانية غير انه على خلق رفيع جدا وكل الناس بتشيد بيه باخلاقه ورجولته، شطة مازال متمسك بصداقاته بلعيبة الاهلي العصر ولسه لحد الان بيكلمهم واحد واحد ويسأل عليهم. شطة كمان رفض انه يرجع السودان ويسيب اقامته في مصر من حبه في الاهلي وعشان ما يبعدش عنه، ورفض شغل في السعودية وفي الامارات للسبب ده. حتى يا مؤمن قصة جوازه مرتبطة بالاهلي، زوجته عضو في النادي الاهلي فتقابله وتعرفوا في النادي واتجوزوا. شطة لما تيجي تقيمه كلاعب كورة قيمه بمركزه وادائه في الملعب ومهامه، ما تقيموش باهداف، لان الراجل تعليمات المدرب ليه اصلا انه ما يزيدش، لدرجة ان هيديكوتي في مرة زعق له عشان سجل هدف، قال له انا قلت لك ما تزيدش، ارجع وما تزيدش. علشان كده شطة في مسيرته مع الاهلي سجل 4 اهداف بس. لعب شطة بتشيرت النادي الاهلي من موسم 73-74 لغاية موسم 82-83، في خلالهم حقق مع الاهلي 9 بطولات، 5 دوري، 3 كاس مصر، 1 دوري ابطال افريقيا، وهو اول لقب افريقي في دوري الابطال للاهلي سنة 82 اللي هي كانت اخر سنة لشطة مع الاهلي. وبالمناسبة ان تم اختيار شطة اكتر من مرة احسن لاعب وسط في مصر. وعلى صعيد المنتخب السوداني الشقيق مثل شطة منتخب بلاده طول فترة لعبه، وتم ادراجه في قائمة افضل 50 لاعب سوداني في التاريخ. الاهلي كرم شطة وعمل له ماتش اعتزال يليق بيه بين فريق الاهلي ومنتخب أندية مصر، وتقديرا لمساهماته مع الأهلي ودوره الكبير في الفريق. ماتش يليق بانتمائه وحبه للأهلي وجمهوره. وبعد اعتزال شطة في موسم 82-83 بدأ العمل في قطاع الناشئين في النادي لغاية موسم 93-94 تم تعيينه المدرب العام في جهاز المدرب الإنجليزي ألان هاريس، وحقق مع الأهلي لقبين دوري، بطولة أفريقيا للأندية، أبطال الكؤوس. وبرضه حصل موقف ظريف مشابه لموقف شطة وقت انضمامه للاهلي وتعليق هيديكوتي على اسره. لما شطة حب يضم وائل رياض شيتوس للاهلي قابله نفس الكلام انه جسمه ضعيف وقصير وكده. صالح سليم قال له جرى ايه يا شطة، وانت جايب لي واحد اقصر منك؟ قال له وائل رياض ده يمثل شطة وهو صغير، هاتوه امكانياته ممتازة وعلى ضمانتي وانا المسؤول. بعد اعتزاله اصبح شطة احد الشخصيات الرئيسية في تطوير ودراسة كرة القدم في افريقيا، وتلقى دورات تدريبية في مصر وانجلترا ورومانيا، وحصل على تراخيص النخبة من الاتحاد الافريقي والدولي لكرة القدم. بعدها يشتغل مساعد لمدرب الفيفا كرامر في مصر، وده كان من سنة 92 لسنة 94. بعدها بقى هو نفسه
مدرب الفيفا. ومن سنة 93 وشطة يشغل منصب المدير الفني للاتحاد الافريقي لكرة القدم. رئيس لجنة الحكام السابق الصومالي فرح قده ونائب رئيس الاتحاد الافريقي استدعى شطة وقعد معاه وقال له: يا عم شطة، انا عايز اطور منظومة التحكيم وما عندناش اي خطط جاهزة نشتغل عليها. الكلام ده وشطة كان لسه شغال في النادي الاهلي، فقال له: انا هعمل لك شرايط فيديو تكون تعليمية للحكام، هشتغل عليها من حالات تحكيمية جدلية عالمية وهجمعها وهعمل لك داتا قوية ويتم تدريسها للحكام. ولما حصل واشتغل بعد كده شطة في الاتحاد الافريقي، بدأ يطور منظومة التحكيم في افريقيا بالتعاون مع الجنبي عمر سي والسنغالي بدارة سين والسوداني مجدي شمس الدين. واللي بيعتبر شطة فترته من افضل فترات التحكيم الافريقية، لانه كان بيتم التحقيق مع اي حكم بيحصل في ماتشاته مشاكل. شطة مثل الاتحاد الافريقي في بطولة كاس العالم 3 مرات كمدير فني للاتحاد الافريقي وعضو لجنة فنية بكاس العالم 2006 2010 2014، ومن منصب مدير اللجنة الفنية والتطوير بالاتحاد الافريقي لرئيس اكاديميات النادي الاهلي للبراعم. طبعا انت مستني الحتة بتاعت كل حلقة بتاعت عظمة النادي الاهلي، المواقف اللي ما بتلاقيهاش غير في النادي ده. صح عينيا وانا ليا غيرك. في وقت ما كان شطة بيلعب كانوا قاعدين مجموعة من لاعيبة الاهلي، في وسطيهم شطة والخطيب. فشطة قال له: يا محمود، هيجي يوم وكل واحد فينا هيقول انا لعبت في جيل محمود الخطيب. تخيل انت شطة بعد التاريخ ده كله يطلع في لقاء تلفزيوني ويذكر الواقعة دي ويقول: انا شرف ليا ان اقول ان انا لعبت في جيل الخطيب. والحقيقي ان الموقف ده مش هتلاقيه من شطة بس، لا بالعكس، هات اي لاعب من جيل الخطيب كده وشوفه لما يتقال اسم الخطيب قدامه هتلاقيه يقول لك ده احسن لاعب في تاريخ مصر، وهيقول لك والفخر هيبان على وشه: انا لعبت في جيل الخطيب. ده بيحصل فين يا صاحبي؟ المكان الوحيد اللي بتشوف الكلام ده فيه منظومة ايه يا صاحبي؟ صح، برافو عليك، منظومة